أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى ذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي المتابعين، نرحب بكم بدرس جديد من دروس الوقف والابتداء. اليوم إن شاء الله سيكون كلامنا حول الوقف الحسن. الوقف الحسن هو الوقف على كلام أفاد معنى في ذاته، ويتعلق بما بعده معنى ولفظا. ماذا نعني بهذا التعريف؟ نعني بأن الوقف الحسن هو أن نتوقف على كلمة تفيد معنى مفهوما، تعطي معنى مفهوما، لكن تعلقها بما بعدها يكون شديدا من حيث اللفظ والمعنى، فتتعلق بما بعدها من حيث اللفظ والمعنى، مثل كما لو توقف القارئ على كلمة لفظ الجلالة الله في البسملة، فالوقف إذا قال القارئ بسم الله، بسم الله، هذا الوقف أعطى معنى مفهوم تقديره أي أبتدئ بسم الله، أو ابتدائي بسم الله، لكن لا يمكن أن أبتدئ بكلمة الرحمن الرحيم، لأن هنالك تعلق من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. فكلمة الرحمن وكلمة الرحيم كلاهما صفة لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن الفاصل بين الصفة والموصوف، أو الوقف على الموصوف دون الصفة. فالتعلق من حيث اللفظ موجود، ومن حيث المعنى أيضا موجود. هذا هو الوقف الحسن. سمي بالوقف الحسن لأنه أفاد معنى في ذاته يحسن الوقوف عليه، يفيد معنى في ذاته يحسن الوقف عليه، لذلك سمي بالوقف الحسن. موضعه يمكن أن يأتي في وسط الآيات، في أواسط الآيات، أو في وسط الآية، ويمكن أن يأتي على رأس. فمثلا في وسط الآيات يمكن للقارئ أن يقف على كلمة الحمد لله، بإمكانه أن يقف على لفظ الجلالة، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الحمد لله أفادت معنى مفهوما، لكن لا يصح أن يبتدئ بما بعدها، فلا يمكن أو لا يصح أن يبتدئ رب العالمين، لأنه هنا الابتداء سوف لا يعطي معنى أصلا، لأنه تعلق بما بعده، لأن هنا كلمة رب هي بدل للفظ الجلالة. يعني يمكن في غير القرآن يمكن أن نقول الحمد لرب العالمين، ويمكن أن نقول الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا في غير القرآن، أنا لا أتحدث عن القرآن، لكن حين نقول بدل، بحيث لو وضعنا هذه الكلمة أو هذه المفردة بدل المفردة المبدلة منها لما تغير المعنى، تعطي معنى واضح. يعني الآن الذي يقول الحمد لله رب العالمين والذي يقول الحمد لرب العالمين معنى ذاته. فإذا كلمة رب هي بدل، تعرب إعرابها بدل لله سبحانه وتعالى، بدل للفظ الجلالة، فلا يصح. يعني يمكن أن نقف أن نقول الحمد لله، هذه الجملة أعطت معنى مفهوم، لكن هل أستطيع أن أبتدئ وأقول رب العالمين؟ طبعا لا، لا يمكنني أن أبتدئ، لأنه هنا إذا ابتدأت بقوله تعالى رب العالمين سوف لن أعطي معنى مفهوما. فإذا الوقف على كلمة الحمد لله حسن، لكن الابتداء بما بعده متعذر، لأن الابتداء أو لأن ما بعده تعلق به تعلقا شديدا من حيث اللفظ والمعنى.
وقد يأتي أيضا على رأس آية، فيمكن أن نقرأ الحمد لله رب العالمين. الوقف على كلمة العالمين هنا وقف حسن، لكن الرحمن الرحيم هما صفتان لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فلو توقفت على كلمة العالمين أنا أعطيت معنى مفهوما، معنى واضحا، لكن كلمة العالمين تعلقت، أو ما بعد كلمة العالمين تعلق بها تعلقا من لفظيا وتعلقا معنويا. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن هي صفة أولى لله، والرحمن والرحيم هي صفة ثانية لله، ولا يمكن الابتداء بالصفة دون الموصوف. فإذا الوقف يعطيني معنى مفهوم، لكن الابتداء لا يعطيني معنى مفهوما بحد ذاته لوجود التعلق اللفظي والمعنوي. حكم الوقف الحسن: يجوز الوقف عليه، يجوز الوقف عليه، ولا يجوز الابتداء بما بعده لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. فلو توقف القارئ في موضع يكون فيه الوقف حسن فعليه أن يرجع إلى ما يصلح الابتداء به فيبتدئ منه. فمثلا لو قرأ القارئ الحمد لله رب العالمين، أو لو قال القارئ الحمد لله وتوقف، لا يمكنه أن يبدأ برب العالمين، بل عليه أن يعود ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أثناء وقف على كلمة لله وقف حسن، لكن ما بعده لا يصح الابتداء به، بل على القارئ أن يجعل موضع يصلح الابتداء به فيبتدئ منه. من أمثلة هذا الوقف في كتاب الله العزيز وهي كثيرة، فالوقف الحسن هو أكثر أنواع الوقوفات ورودا في القرآن الكريم. أكثر أنواع الوقوفات، أكثر من التام وأكثر من اللازم وأكثر من الكافي. الوقف الحسن هو الأكثر ورودا من بين الوقوفات في كتاب الله العزيز. من أمثلته كما لو وقف القارئ على كلمة لفظ الجلالة بالله في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 8 يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فلو توقف القارئ على كلمة بالله وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإنه في هذا الوقف أعطى معنى، أوصل معنى للسامع، ومن الناس من يقول آمنا بالله، وهذا معنى حسن، لكن ما بعده معطوف عليه، ما بعده هو وبيوم الآخر، هذه الواو هي عاطفة، فمثل لافظ وباليوم معطوف على بالله، آمنا بالله وباليوم الآخر، فمن حيث اللفظ بالله وباليوم الآخر وباليوم معطوف على بالله، هذا تعلق من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فإن الحكاية الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس، أي الناس، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي أن الإيمان أنهم لم يقولوا فقط آمنا بالله، بل آمنا بالله وباليوم الآخر. فإذا التعلق من حيث المعنى موجود، والتعلق من حيث اللفظ موجود. من حيث اللفظ قلنا بأن وباليوم الآخر معطوف على كلمة بالله، ومن حيث المعنى قول الناس أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر. فإذا يمكن للقارئ أن يقف على كلمة بالله، لكن لا يمكنه أن يبتدئ بما بعدها ويقول وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لأنه هنا سيكون المعنى ناقصا، لن تعطي معنى مفهوما. فإذا الوقف عليها حسن، لكن القارئ إن أراد أن يبتدئ عليه أن يرجع إلى ما يصح الابتداء به فيبتدئ منه.
وكذلك أيضا في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا لو توقف القارئ على كلمة وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الوقف هنا وقف حسن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقف حسن، لكن ما بعده تعلق بما قبله أو تعلق به تعلقا شديدا من حيث اللفظ والمعنى. فكلمة وأيديكم هي معطوفة على وجوهكم، هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فإن أمر الله سبحانه وتعالى أن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كلاهما مشمولان بأمر الغسل، فهي من حيث المعنى لها تعلق شديد ومن حيث اللفظ لها تعلق شديد. فلو وقف القارئ على كلمة فاغسلوا وجوهكم هو وقف حسن، لكن لا يمكنه أن يبتدئ بكلمة وأيديكم، بل عليه أن يرجع. يعني هكذا مثلا لو افترضنا أنه قرأ القارئ بهذه الطريقة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، توقف هنا، لا يمكنه أن يبتدئ وأيديكم، بل عليه أن يرجع: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا أصبح الوقف وقف كافي. حين يتوقف على كلمة المرافق هذا الوقف وقف كافي، لأن ما بعدها سيأتي أمر جديد، أمر الغسل تعلق بالوجه والأيدي. هنا سوف يأتي أمر جديد، الواو هنا واو استئنافية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو توقف القارئ على كلمة برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هذا الوقف وقف حسن، الوقف على كلمة برؤوسكم وقف حسن. لكن يمكنه أن يبتدئ بكلمة وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين؟ لا يمكنه، قطعا لا يمكنه، لأنه كلمة وجوهكم الواو حرف عطف معطوف على اليمن على، ووجوهكم معطوف على برؤوسكم، الواو عاطفة، وأرجلكم معطوفة على برؤوسكم. فهي من حيث اللفظ لدي لدي حرف عطف ولدي كلمة معطوفة على ما قبلها، هذا من حيث اللفظ، من حيث الإعراب. ومن حيث المعنى أمر المسح كما قال في أمر الغسل يشمل الوجوه والأيدي، في أمر المسح يشمل الرؤوس والأرجل. فلا يمكن أن يبتدئ القارئ ويقول وأرجلكم إلى الكعبين عليه أن يرجع إلى موضع يصح الابتداء منه. فمثلا لو قرأ القارئ هكذا: وامسحوا برؤوسكم، توقف على كلمة رؤوسكم، هذا الوقف وقف حسن، لكن لا يستطيع أن يبتدئ من كلمة وأرجلكم، بل عليه أن يرجع إلى موضع يصح الابتداء منه. وهنا لا يوجد موضع يصح الابتداء منه إلا من كلمة وامسحوا، لأنه لا يستطيع أن يبتدئ برؤوسكم، لأن برؤوسكم جار ومجرور، والابتداء بالجار والمجرور هو ابتداء بالمبهم لا يوصل معنى. فيرجع ويقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا وأرجلكم على قراءة وأرجلكم على قراءة، حفص يقرأها وأرجلكم وشعبة يقرأها وأرجلكم. الأمثلة كثيرة، الأمثلة على الوقف الحسن في كتاب الله كثيرة، كما قلت بأنه هو أكثر أنواع الوقوفات ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول أننا في الوقف الحسن، أو الوقف الحسن هو الوقف على كلمة تعطي معنى بذاتها، لكن ما بعد تعلق بها تعلقا شديدا من حيث اللفظ والمعنى، فيصح الوقف عليه ولا يصح الابتداء بما بعده. هذا هو أحبتي الوقف الحسن. النوع الرابع من أنواع الوقف هو الوقف القبيح أو الوقف الممنوع. الوقف القبيح أو الوقف الممنوع
هو الوقف على كلام لم يفد معنى، لا يعطي معنى، لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، متعلق بما بعده من حيث اللفظ والمعنى تعلقا شديدا. فالوقف عليه، نحن في الوقف الحسن قلنا بأنه نتوقف في موضع يعطي معنى في ذاته، لكن ما بعده لا يستطيع الابتداء به لأنه متعلق به من حيث اللفظ والمعنى. هنا الكلمة الموقوف عليها متعلقة بما بعدها، ليس ما بعدها متعلق بها. فنقول الوقف القبيح هو الوقف على كلام لم يفد معنى لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. نحو مثلا لو قال وتوقف القارئ في سورة الفاتحة وقال الحمد لله رب، وتوقف على كلمة رب، يعني الكلمة لم تعطي معنى، لأنه هي متعلقة بما بعدها، ما بعدها هو يبين رب ماذا سبحانه جل شأنه. فلو قال القارئ رب العالمين اتضح المعنى، أما إذا توقف على كلمة رب لم يتضح المعنى وبقي المعنى مبهما. أو مثلا كما في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا لو توقف القارئ على كلمة اللاعنون، ما بعد اللاعنون إلا أداة استثناء، أي استثنت من هذه الطائفة، استثنت قوم لا تشملهم اللعنة، لعنة الله ولعنة اللاعنون. لكن لو توقف القارئ على كلمة اللاعنون لأصبح في الحكم إطلاق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وانتهى الأمر، كلهم دخلوا في اللعنة. لكن هل مراد الآية هذا؟ لا، مراد الآية استثنى من هذه الطائفة بعض الناس. من الذين استثناهم؟ استثنى الذين تابوا، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أي أن الذين تابوا ليسوا مشمولين باللعن. لكن لو توقف القارئ على كلمة اللاعنون وتوقف على المستثنى منه دون المستثنى لأصبح الحكم مطلق، يعني بعد حتى توبة ما ترهم هنا، يتوقف على كلمة اللاعنون، أي أنه حتى أغلق باب التوبة والحكم شمل جميع الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، في حين أن الله سبحانه وتعالى استثنى جماعة منهم. من هم الذين استثناهم الله؟ هم الذين تابوا، بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإذا الوقف على كلمة اللاعنون هو وقف قبيح، لأنه صرف معنى الآية عن مرادها. فلذلك سمي هذا الوقف بالوقف القبيح، لعدم إفادته معنى، أو لأنه يعطي معنى غير المعنى المقصود من الآية. سمي بالوقف القبيح لأنه لا يفيد معنى في ذاته، أو أنه يعطي معنى غير المعنى المقصود أو المعنى المراد في الآية. موضع هذا الوقف أكثر ما يكون في وسط الآيات، في أواسط الآيات، كما لو توقف القارئ مثلا في قوله تعالى في سورة الماعون مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين. لو توقف القارئ على كلمة الذي، أرأيت الذي، هنا بالوقف على كلمة الذي تحقق لدي معنى. الكلمة أصلا لم تحقق معنى، لأنه اسم الذي هو اسم موصول له صلة بما بعده، أي أن ما بعده هو الذي يبين معناه. فلو توقف القارئ أرأيت الذي، ما هو المعنى الذي وصل؟ لا يوجد معنى أصلا، فما بعده تعلق
أو كلمة الذي تعلقت من بعدها تعلقا جديدا لابد أن توصل بما بعدها لكي يظهر معناها أو لكي يبين معناها. فلا بد أن يقول القارئ: أرأيت الذي يكذب بالدين. الآن أصبح المعنى واضحا، لكن لو وقف على كلمة الذي لم يكن هنالك معنى مفهوم أصلا من الآية. وقد يأتي هذا الوقف أو هذا النوع من الوقف قد يقف القارئ على رأس آية وقفا قبيحا، ليس فقط في وسط الآية. قد يقف القارئ على رأس آية ويكون هذا الوقف ممنوعا أو الوقف قبيحا، كما في قوله تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هنا الوقف على كلمة ينقذون، كلمة ينقذون متعلقة بما بعدها لأنه فيها استثناء. يعني لو توقف القارئ على كلمة ينقذون لأصبح الإغراق أمر منقطع من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى منها إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فالوقف على كلمة ينقذون هو وقف ممنوع أو وقف قبيح لأنه يغير معنى الآية. سماه البعض بالوقف القبيح، أو سمى البعض الوقف على كلام أفاد معنى غير المقصود لشدة تعلقه بما بعده باللفظ والمعنى، فلذلك سمي بأنه شديد القبح أو أنه الأقبح، يعني معنى يحرف معنى الآية. فإذا كان الوقف على كلمة تعطي معنى فاسدا يغير معنى الآية كالوقف على في موضع يغير الأحكام مثلا، أو الوقف على موضع يصرف معنى الآية إلى معنى آخر، معنى فاسدا، يكون هذا الوقف هو يسمى بالوقف الأقبح أو الأشد قبحا، كما في قوله تعالى مثلا لو وقف القارئ على كلمة الصلاة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. لو توقف القارئ على كلمة الصلاة لأصبح المعنى المفهوم بأن الله سبحانه وتعالى يمنع الذين آمنوا من أن يصلوا، بل من أن يقربوا للصلاة أصلا، وهذا معنى فاسد أصلا. هذا معنى حرف الآية عن مرادها، عن المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله من خلالها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أن يأتي المؤمنون إلى الصلاة وهم سكارى، هذا كان في أول الإسلام قبل التحريم. فالنهي ليس عن الصلاة، النهي ليس عن الصلاة، وإنما النهي عن أن يقف العابد يصلي لربه وهو سكران. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالوقف على كلمة الصلاة سوف يحرف معنى الآية إلى معنى فاسد، إلى معنى قبيح، يظهر أو يفهم منه أنه أمر بعدم إقامة الصلاة أو بأن يقترب العابد من الصلاة، وهذا المعنى لا يصح، بل أنه ليس هو مراد الآية تماما. فإذا الوقف على كلمة الصلاة في هذه الآية يكون أشد قبحا، لأنه غير معنى الآية وحرف الآية عن معناها الذي أريدت له. أو مثلا كما لو توقف القارئ على كلمة المصلين في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو توقف القارئ على كلمة المصلين لأصبح أن المعنى المفهوم من الآية أن ويل لكل من صلى لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى فاسد،
لأنه المصلين من هم الذين لهم الويل بينهم الله سبحانه وتعالى في قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون. صفتهم أولئك الذين لهم الويل من المصلين. ما هي صفتهم؟ من هم الذين عن صلاتهم ساهون. فلا يصح أن يقف القارئ على كلمة للمصلين، لأنه سيكون الوقف هنا ليس قبيح فقط، بل هو شديد القبح، هو وقف أقبح، لأنه غير مراد الآية وصرفها إلى معنى فاسد. لا يصح. الصواب أن يقرأ القارئ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حتى يكون المعنى تاما كاملا ويصل المعنى المراد من الآية كما أراده الله سبحانه وتعالى. حكم الوقف القبيح: لا يجوز، أو في الممنوع، لا يجوز الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده. لا الوقف عليه يجوز ولا الابتداء بما بعده يجوز، لأنه لا يفيد معنى، لا يعطي معنى، أو أنه يعطي معنى مغايرا لمراد الآية، وذلك لشدة تعلقه بما بعده من حيث اللفظ والمعنى. متعلق شديد التعلق بما بعده من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فلا يصح أن يوقف عليه ولا يصح أن يبتدأ بما بعده. علامة الوقف الممنوع أو الوقف القبيح في كتاب الله هو كلمة لا، أو علامة لا، عفوا، وليست كلمة. علامة لا توضع على آخر الكلمة التي لا يصح الوقف عليها. هذه هي علامة الوقف الممنوع. نأخذ بعض الأمثلة عن هذا الوقف، كالوقف مثلا على كلمة يعقوب في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 132: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هنا لو توقف القارئ على كلمة يعقوب أصبح المعنى أن إبراهيم وصى بنيه ووصى يعقوب، وليس هذا مراد الآية. مراد الآية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي إنه إبراهيم عليه السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويعقوب عليه السلام، كل منهما أوصى بنيه. فلو توقف القارئ على كلمة يعقوب وقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فكان إنه إبراهيم وصى بنيه ووصى يعقوب، وليس هذا مراد الآية. مراد الآية أن إبراهيم وصى بنيه ويعقوب أيضا أوصى بنيه. فيقرأ القارئ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية إبراهيم أوصى بها بنيه ويعقوب أوصى بها بنيه. فلو توقف القارئ على كلمة يعقوب لأصبح المعنى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وكأن الكلام يقول بأن إبراهيم أوصى بنيه ويعقوب معهم، في حين أن مراد الآية أن إبراهيم أوصى بنيه ويعقوب أيضا أوصى بنيه بهذه الوصية. ما هي الوصية؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالوقف على كلمة يعقوب هو وقف قبيح يغير معنى الآية. أو مثلا الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى أيضا في سورة البقرة الآية 17، في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، ويتوقف على لفظ الجلالة. ما هو المعنى الذي يصل من هذا الواقف؟ سيصل بأنه لما أضاءت النار ما حول الذي وصف في هذه الآية مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. لما أضاءت ما حوله الله سبحانه وتعالى ذهب، والعياذ بالله.
سيكون هذا هو المعنى الواصل، أن الله هو الذي ذهب، في حين أن ذهب الله سبحانه وتعالى هنا فاعل، سيكون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فإذا الوقف على لفظ الجلالة هنا وقف قبيح يغير المعنى، بل على القارئ أن يصل الكلام بما بعده فيقول ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أو مثلا الوقف على كلمة أبويه في قوله تعالى، وهي من آيات الأحكام، في سورة النساء الآية 11 يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. فلو توقف على كلمة أبويه سيصبح المعنى المفهوم أن الذي توفي وله ابنة واحدة وله أبوان فإنهما سيكونان شركاء في النصف، وهذا ليس هو مراد الآية، بل أن مراد الآية إن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس. ليس مراد الآية أن البنت وأبوي المتوفي شركاء في النصف، بل إن البنت لها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس. لكن لو توقف على كلمة لأبويه لانصرف المعنى، أو لانصرف المعنى إلى هذا المنحى، أن البنت والأبوين كلاهما شركاء في النصف، في حين أن المراد الآية أنه البنت لها النصف وللأبوين لكل واحد منهم السدس. فالوقف هنا غير حكم شرعي، غير مراد الآية، فإذا الوقف ممنوع، الوقف هنا وقف قبيح. أو مثلا في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فلو توقف على ولهن الربع مما تركتم، هنا سيكون المعنى سواء كان لهم ولد أو ليس لهم ولد، فالمعنى أنهن لهن الربع، في حين أن المراد من الآية ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد الأمر مختلف، الحكم مختلف، فإن كان لكم ولد لهن الثمن. فلو توقف على كلمة فلهن الربع مما تركتم لأصبح الحكم أنه سواء كان له ولد أو ليس له ولد فالإرث، إرث الزوجة هو الربع، في حين أن المراد من الآية فإن لم يكن له ولد إن لم يكن له ولد، نعم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإن كان له ولد فلها الثمن وليس له ولد فلها الربع. فالوقف في موضع لو توقف على الربع مما تركتم يغير أو يعطي حكما غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والأمثلة كثيرة، فإذا لا أريد أن أطيل بالأمثلة، أعتقد أن الأمر أصبح واضحا. فالأمثلة كثيرة، لعله في كثير من الموارد يمكن أن يقف القارئ في موضع يحقق منه وقفا قبيحا، لأنه أي وقف يؤدي إلى تغيير المعنى أو صرف معنى الآية أو تحقق معنى الآية يحقق من الآية معنى غير الذي أريد منها، فالوقف يكون وقف قبيح. فإذا الوقف القبيح هو الوقف على كلمة لا تعطي معنى، وذلك لسبب تعلقها بما بعدها من حيث اللفظ والمعنى، لها تعلق شديد بما بعدها من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. هذا هو الوقف الممنوع أو الوقف القبيح. هنالك وقف آخر سمي بالوقف التعسفي. الوقف التعسفي، الوقف التعسفي يعرف على أنه هو الوقف اختيارا من غير اضطرار، أي أن القارئ
يقف باختياره على هذا الموضع، فهو الوقف اختيارا من غير اضطرار على ما يحسن على ما لا يحسن الوقف عليه، يقف باختياره وليس مضطرا على ما لا يحسن الوقوف عليه بغرض إيصال معنى بعيد عن المعنى المراد من الآية. يعطي معنى لكنه هو المعنى ليس هو المعنى المراد من الآية. هذا هو التعسف. التعسف في اللغة معنى التعسف يعرفه أهل اللغة يقولون هو الظلم والجور. فهنا حين نقول وقف وقفا تعسفيا أي أنه جار على المعنى، جار على المعنى وحقق معنى بعيد عن المعنى المراد من الآية. مثل ابن الجزري لهذا الوقف بعض الأمثلة نتناولها إن شاء الله. يقول مثل الوقف على كلمة وارحمنا أنت، الوقف أنت في قوله تعالى وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فمثلا البعض يتوقف هكذا، يعني هو يريد أن ما أعرف يعني خصوصا في المحافل هنالك من القرآن يصنع ذلك، فيقول مثلا وارحمنا أنت ويبدأ مما بعدها مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فهنا تكون كلمة مولانا مقدرة على النداء كأنما أصبح وارحمنا أنت هذا مقطع، ويبدأ مقطع آخر بصيغة النداء لله مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أو البعض يقرأها هكذا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فيصل إلى السامع إنه كلمة أنت مكررة. وحتى هذا الوقف يعني ليس فقط الابتداء، حتى هذا الوقف على كلمة أنت وارحمنا أنت، هذا المعنى يصور وكأنما هنالك راحم غير الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى لا يصح. فإذا الوقف على كلمة أنت هنا هو تعسف وهو لي للمعنى، وهو إيصال معنى غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من الآية. نعم قد يكون ظاهر أنه لا إشكال فيه وارحمنا أنت، لكن هل الآية نزلت لهذا المعنى؟ هل الآية وضعت لهذا المعنى؟ لا قطعا لا. لا وارحمنا أنت هكذا كانت مراد الآية، ولا لو ابتدأ لما بعدها مولانا كلمة مولانا لا لم توضع للنداء أصلا. فالأصح أن يقرأ القارئ هكذا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا وليس وارحمنا أنت. أنت متعلقة بما بعدها أنت مولانا وليست متعلقة بما قبلها. فالوقف هنا قد يوهم السامع مثلا لو ابتدأ وارحمنا أنت مولانا يوهم السامع على أنه كلمة أنت مكررة، ولو توقف هنا وابتدأ مولانا فانصرنا تصبح مولانا فانصرنا مقدرة على النداء، وهذا ليس صحيح. فإذا النوع الأول هو من أنواع الوقف التعسفي، وهو الذي صرف معنى الآية إلى معنى آخر غير المعنى الذي وضعت له. ثانيا كالوقف على كلمة ثم جاءوك يحلفون، قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقف القارئ على كلمة ثم جاءوك يحلفون ويبتدئ بقوله تعالى بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فتصبح كلمة بالله مسبوقة بباء كأنما بباء القسم، يعني تصبح كأنما بقسم، ويقرأها هكذا ثم جاءوك يحلفون ويتوقف هنا بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، صارت وكأنما أنهم أقسموا بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ومراد الآية ليس هذا، مراد الآية ثم جاءوك يحلفون بالله، هم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالوقف على كلمة يحلفون والابتداء بما كلمة بالله هو وقف تعسفي يحقق معنى من الآية
غير مراد الآية، وكأن الآية تبتدئ بقسم بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، في حين أن لفظ بالله هو متعلق بما قبله، متعلق بالفعل يحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى إلا إحسانا وتوفيقا. أو كالوقف على كلمة لا تشرك، يا بني لا تشرك، ويبتدئ بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأيضا يوصل معنى هو يعني ما أعرف المراد أنه البعض أنه هو الظاهر أنه هو يريد هكذا أن يصنع، يعني يريد أن يجتذب أسماع الناس، فيقف هكذا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك وإن الشرك لظلم عظيم، صرت كأنما أقسم النبي أو لقمان عليه السلام، لقمان الحكيم، كأنه على لسانه القرآن يقول بأنه أقسم بالله على أن الشرك ظلم عظيم، وليس هذا المراد بالآية. لقمان الآية تحدثت عن لسان لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآية ليس فيها مورد القسم، لكن لو توقف على كلمة يا بني لا تشرك وابتدأ بالله إن الشرك لظلم عظيم، أصبحت الكلمة الأولى تبتدئ بقسم، وهذا ليس مراد الآية. وكذلك أيضا الوقف على كلمة وما تشاءون إلا أن يشاء، يتوقف في هذا الموضع، ثم يبتدئ الله رب العالمين ويجعل من لفظ الجلالة كأنه مبتدأ. معنى الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهنا لفظ الجلالة الله هي في محل فاعل، هنا محلها من الإعراب فاعل، إلا أن يشاء الله، يقف على كلمة يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء، ثم يبتدئ الله رب العالمين، وهذا أيضا حرف المعنى الآية إلى معنى غير المعنى الذي وضعت له. نأخذ مثال أخير أيضا، الوقف على كلمة والله في قوله تعالى وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله، كأنما يجعل من كلمة الله هنا قسم بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد، ومراد الآية ليس هذا، مراد الآية وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، هاي الواو استئنافية، ولفظ الجلالة الله مبتدأ، وهكذا إلى أن يتم باقي إعراب الآية. فلو توقف على لفظ الجلالة لأصبحت إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله، وكأن هنا الواو واو القسم، وهذا ليس هو المعنى المراد من الآية. إذن الوقف التعسفي والوقف على كلمة تحقق معنى غير المعنى الذي وضعت له الآية. أنا كان بودي أن نعطي خلاصة في هذا الدرس للموارد التي على القارئ أن يتجنبها في الوقف والابتداء، لكن أطلت عليكم كثيرا ولعل الدرس شارف على الساعة. نترك هذا الأمر إلى الدرس القادم إن شاء الله، يكون في بداية الدرس هذه الشواهد التي على القارئ أن يراعيها لكي لا يقع في وقف لا يصح الوقف عليه. وإن شاء الله نبدأ بموضوع الابتداء، لأننا بكلامنا عن الوقف التعسفي أنهينا موضوع الوقف وأخذنا أنواع الوقوفات التي ذكرت أو التي ذكرها العلماء. إن شاء الله في الدرس القادم سنبين هذه الشواهد، ما على القارئ أن يتجنبه حتى يتجنب الوقف في مواضع لا يصح الوقف عليها، وسنشرع ببيان الابتداء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.